مدينة أزرو امتهن حرفة الحدادة بعد أن تلقى أصولها الأولى عندما كان طفلا في العاشرة على يد أحد المعلمين المحليين. عبد الحفيظ تعود الالتحاق باكرا بعمله. خرجت من القرايه وجيت كنطرب هذه الصنعه، وجيت عند واحد المعلم راه توفى الله يرحمه، هو اللي علمني الصنعه. ايوا وانا بقيت فيها حتى توفى. انا بقيت دابا راني شاد المحل ديالو. عندما تستعر النار ويلين الحديد يشرع عبد الحفيظ في العمل ويشحذ السكاكين من خلال مهنة تنتعش مع اقتراب أيام العيد. كيكون عندنا الإقبال في هذه العواشر ديال العيد على سميتو على حساب هذا الجناوه والمقاد ودوك الشويقيرات الصغار باش كيقادوا اللحم، باش كيقطعوا اللحم وسميتو. ايوا هذا هو. حرفة الحداد التي كانت تورث أبا عن جد كانت تضمن لصاحبها دخلا يعتاش به، لكن مع التطورات الحاصلة أصبحت هذه المهنة تتعرض للانقراض. هذه الحرفة هذه كان احنا معلمينها، وكاين دابا الدراري ما كيبغوش يتعلموها بان الدراري قال لك صعيبه هذه الحرفه هذه. ودابا هاد الناس دابا اللي تعلموا اللي واحد كيخدم نيت حتى كاين الناس اللي توفوا الله يرحمه اللي ولي برحمه الله. ودابا حنا اللي خدامين وحنا خدامين دابا فيها وسميتو، وكتقول للدراري الصغار يجيو يتعلموها ما كيبغوش يتعلموها. قبيل عيد الأضحى عديدة هي المهن التي تؤتت شوارع مدننا وضواحيها.